بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. يستعد المغرب لاحتضان أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم بعد أن تعاقد مع مجموعة أبينغوا الإسبانية لتشييد معمل تحلية مياه البحر في منطقة سوس. وبحسب ما أوردته بوابة البورصة، فإن محطة تحلية المياه سوف تنتج 275 ألف متر مكعب من الماء المحلى كل يوم، مع إمكانية رفع معدل الإنتاج ل 450 ألف متر مكعب يوميا بعد نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يخدم تطلعات المغرب البيئية. وأفاد ذات المصدر أن 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا سوف توجه نحو الاستهلاك الغذائي، فيما سيتم استغلال ما تبقى من هذه الكمية لري الأراضي الزراعية على ضواحي مدينة أكادير على مساحة تمتد حوالي 13600 هكتار. دمتم سالمين وإلى اللقاء.